مرحبا بمتتبعين قناة كل يوم معلومة. فوائد مدهشة ستجعلك تتناول الزبيب يوميا. لذيذ المذاق وحلو الطعم بسكر طبيعي وجيد للقلب والأمعاء والعظام بدون أي مخاطر صحية. يشتهر الزبيب بكونه إضافة صغيرة حلوة إلى الحبوب النخالة والدقيق الشوفان وكثير من المأكولات والحلويات، لكن يتصور البعض أن الزبيب هو مجرد قطع فواكه فائقة السكر. هو بالفعل يحتوي على سكر، ولكنه غالبا ما يكون سكرا طبيعيا مثل فواكه مجففة أخرى. ويقدم الزبيب أيضا فوائد غذائية أخرى مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات للأكسدة. عنب مجفف. إن الزبيب هو عبارة عن عنب مجفف، فبعد الحصاد يتم وضع العنب الناضج في الشمس حتى يجف، وتشهد عملية التجفيف. تحول العنب الأخضر إلى اللون البني الغامق، وتركز كل السكريات الطبيعية في الداخل. كما يمكن تجفيف العنب من خلال عملية داخلية أكثر تحكما، والتي تتضمن معالجته بالغاسول وثاني أكسيد الكبريت، وهي الطريقة التي تمنع تحول قشرة العنب إلى اللون البني أثناء تجفيفه، ومما يجعل لونه الأصفر زاهيا، والذي يشير إليه باسم الزبيب الذهبي. حقائق الغذائية عن الزبيب. وفقا لوزارة الزراعة، تحتوي حصة نصف كوب من الزبيب على سعرات حرارية 120، البروتين 1 غرام، إجمالي للدهون 0 غرام، الألياف 2 غرام، السكريات 26 غرام، والبوتاسيوم 298 ملغرام، الكالسيوم 25 ملغرام، الكربوهيدرات 32 غراما. ويزخر الزبيب بعديد من الفوائد الصحية، وهي كالتالي: توفير الألياف الصحية للأمعاء. يحتوي نصف كوب من الزبيب على 2 غرام من الألياف، والتي تدعم صحة الأمعاء والقلب. ويمكن أن يكون الزبيب وسيلة مفيدة للوصول إلى متطلبات اليومية من الألياف، التي تتراوح ما بين 28 إلى 34 غراما الموصى بها في الإرشادات الغذائية. ثانيا، زيادة كمية البوتاسيوم. يعتبر الزبيب أيضا طريقة رائعة للحصول على مزيد من البوتاسيوم في النظام الغذائي. وفقا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، يعد البوتاسيوم مهما للعضلات وتنظيم ضربات القلب وتوازن السوائل داخل الجسم. ثالثا، السكر في الدم والضغط. فالأبحاث تشير إلى أن تناول وجبة خفيفة من الزبيب يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، ويمكن أن يخفض ضغط الدم. رابعا، مضاد للأكسدة والجراثيم. ويحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية، وله خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تحسن صحة الفم ويعزز صحة الأمعاء كذلك. تؤكد خبيرة التغذية مون أنه من الصعب الإفراط في تناول الأطعمة الطبيعية إلى درجة الحصول على نتائج سلبية ذات المغزى، مشيرة إلى أن أسوأ الآثار الجانبية يمكن أن تحدث على الأرجح عند إفراط في تناول الزبيب هي الاضطرابات في المعدة، ربما بسبب الإفراط في الألياف أو البوتاسيوم أو السكريات. توصي مون بتناول حصة تقدر بحوالي ربع فنجان، وإنه يجب أن يستشير مرضى السكر الطبيب المعالج أو الاختصاص التغذية للحصول على توصياتهم، لأن حتى كمية صغيرة من الزبيب يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات. الزبيب الأصفر يحتوي على معدلات عالية من النحاس والحديد، يحد من الإصابة بهشاشة العظام، يساعد على علاج أمراض المرارة والكبد، يطرد السموم الموجودة في المعدة، يحمي من التهاب المفاصل، ينشط الذاكرة، يعالج فقر الدم. يساعد الزبيب في تحسين صحة الجهاز المناعي والهضمي وتقليل الخطر بالإصابة بأمراض القلب والسكري. كما يعتبر مصدرا جيدا للطاقة الطبيعية، ويساعد في تحسين أداء الرياضي وصحة الجلد والشعر والأظافر. يمكن استخدام الزبيب في عديد من الأطعمة والحلويات المختلفة،
ويساعد تخفيف آلام العضلات والمفاصل والالتهابات. تصنيع الزبيب بالمنزل. يمكن صنع الزبيب في المنزل عن طريق انتقاء العنب الطازج ومراعاة استبعاد حبات العنب التي يظهر عليها بقع طرية أو أدلت على العفن، ثم يغسل ويجفف العنب جيدا قبل فصل السيقان عن الحبات العنب. إذ يتم توزيع العنب على صينية الخبز الكبيرة المبطنة بورق الزبدة، ثم يوضع بالفرن الموقد على درجة حرارة 100 درجة مئوية حتى يصبح العنب بني اللون وجاف لمدة 4 إلى 6 ساعات. يترك الزبيب ليبرد قبل نقله إلى الجرة وإغلاقها بإحكام قبل الاحتفاظ بها داخل البراد للحصول على أفضل النتائج. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد.